السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة رانيا كيتشن. اليوم باش نعملوا المقروض. يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. يلا بسم الله. راح نحتاج 4 كيلو ونص سميد متوسط، كيلو سمن ورشة ملح، 3 مغارف سكر. نستعملوا السميد متوسط الحبيبات. راح نكيلو السميد، راح نعملوا 4 كيلو ونص. هذه الكيلة الأولى، الكيلة الزوجة، الثالثة، الرابعة والنص. نحط معاه رشة الملح و3 مغارف نتاع السكر. نبسسوه، نحاولوا ندخلوا السمن في السميد حتى اللي يتجانس السميد والسمن. نحكوه بين كفوف يدينا، من بعد نغطوه ونخلوه ليلة كاملة يرتاح. هاني رجعت بعد ليلة كاملة. راح نحتاج ماء زهر وبيضة وعجينة التمر اللي سبقنا وحضرناها. نضيفوا البيضة ونخلطوا، ما تعجنيش غير كيما هكا، نحاولوا نبسسوه بشوية بشوية حتى اللي يتجانس مع بعضه. ومن بعد نبدو نرشوا شوية بالماء زهر. تنجمي تخلطي ماء زهر وماء، انا عملت غير ماء زهر. بالنسبة للبيضة عليه حاطينها البيضة في المقروض باش تعطينا لون موحد وتمنع لك الحرقة، ما يتحرقش المقروض. نرشو بماء زهر، ما تعجنيش، حاولي كيفاه تبسسيه حتى تتمكني منه انه بدا يشد روحو. فمي كاساي ما عادش تزيديه. انا خذيت طرف صغير باش نوريكم، خاصة للمبتدئات. ناخذوا الحشوة ونحطوا فيها ومن بعد نغلقوا بشوية. يحاولوا نلموها باش التمر ما يخرجش لنا عند القلي كما تلاحظي. ناخذ الطبع نتاع المقروض، انا للاسف عندي غير هذا، نحطوه من الفوق ونرصو بشويه كما تلاحظي، ومن بعد نقصو. بعد ما نحمو الزيت نحطو كعبة المقروض، نحاولو ما نقلبوش كي يبدا يحمر من تحت، نقلبو تقليبه واحده، نقلبوش برشا. كي تشوفي المقروض نتاعك بدا يحمر خرجيه مباشره للعسل، خليه يتشرب شويه عسل ومن بعد سقطيه في الكسكاس. بالنسبه للعسل سبقنا وحضرناه. هاو المقروض بعد ما طاب. كنتمنى ينال اعجابكم، ولا عجبتكم حلقة اليوم اعملوا جيم وما تنسوش باش تشاركوا في القناة نتاعي بالصحة والراحة.